صباح الفل، ازيكم يا حضرات؟ معانا النهارده يا جماعه فيديو مهم جدا اتمناه ينول اعجاب حضراتكم. وطبعا يا حضرات انا بشكركم على دعمكم المتواصل على كل فيديوهاتي. النهارده يا جماعه معانا سعودي بيقول كلام يا جماعه من اروع الكلام اللي ممكن تسمعه انه اتقال عن الشعب المغربي. طبعا يا جماعه السعودي بيتكلم الكلام ده عن الشعب المغربي، هل ان هو يعني بيفرقع اي كلام؟ لا، السعودي ده يا حضرات بيتكلم كلام عن الشعب المغربي وبيصالح الشعب المغربي وبيمد ايده بالخير، لان طبعا كلنا سمعنا في الفتره الاخيره ان كانت في حزازيه ما بين صحفي سعودي وما بين المغرب، لكن طلع حضرات سعودي شهم سعودي راجل عارف معنى كلمه المغرب، عارف معنى كلمه المغرب ويعني ايه وطنيه المغرب. المغرب يا حضرات دوله ما هي صغيره، المغرب يا حضرات كيان كلنا بنعشقه وكيان كلنا بنحبه. انا واحد من الناس اقسم بالله من اول الدول العربيه اللي بعشقها المغرب. فطبعا يا حضرات عشان ما اطولش على حضراتكم المقدمه هندخل نسمع الفيديو، بس طبعا دوركم ليا بقى ان انتوا تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه. يلا بينا نسمع الفيديو. السلام عليكم أزول خاوم ومرحبا زايوم. هناك مليون سبب لزيارة الدار البيضاء والمغرب، والديربي أهمها، لكنه ليس بكل شيء. المغاربة شعب طيب، شعب يلتف حول وطنه وملكه، شعب فيه الكثير من نخوة العرب ومن أنفة الأمازيغ وكبرياء الأفارقة وأناقة الأندلسيين، شعب ورث كرم ضيافة البدو. في المغرب كبرت المدن، لكن أخلاق سكان البوادي الأصيلة بقيت ساكنة في طباع الناس. في المغرب الأقصى العادات والتقاليد تتوارثها الأجيال. هل سبق لكم أن زرتم المغرب؟ نحن اليوم ضيوف على الدار البيضاء وعلى الديربي، المباراة التي يفرقها الانتماء للوداد والرجاء، لكن تجمع حولها العائلة، والعائلة المغربية ما زالت متشبثة بالتقاليد. وأول تقليد في المغرب إنك لن تسمع إلا مرحبا بك، ويرد الضيف الله يكبر بيك خويا. من العادات البديعة في أهل المغرب إنهم يستقبلون الضيف بالتمر المعطر بماء الزهر والحليب، هكذا يعبرون عن الفرح والحفاوة والكرم. أبواب بيوت المغاربة وجدت لتفتح أمام ضيوفهم. كرم الضيافة في المغرب ليس حفاوة وترحيبا، هو أسلوب حياة. بعد التمر والحليب يستقبل المغاربة ضيوفهم ببراد الأتاي المنعنع، وبالضرورة لابد أن يكون مشحر مزيان. ومع الشاي تقدم للضيف الحلويات، كعب الغزال، الفقاس والغريبة والمحنشة. الصينية المغربية رمز الأصالة والضيافة. في البيوت المغربية لكل بيت رائحة، ورائحة الطيب والعطور تقليد عريق. يجلس الضيوف في الصالون، البيت الخاص بالضيافة أو الغرفة الأهم في البيت. تختلف البيوت، لكن يحرص البسطاء كما الوجهاء أن يكون الصالون ليس فقط غرفة بل رحلة في عبق التاريخ. الصالون ورثه المغاربة عن الأندلس، لكنهم أضافوا إليه لمستهم. الصالون لا يكتمل إلا بالزربية الأمازيغية، أما سقفه فزخرفة مستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية. الصالون هو تحفة توجد في بيت كل مغربي، ولأن الموائد تتفنن أنامل الحرفيين في نقشها، فإن النحاسيين يحولون الصفائح إلى مصابيح منقوشة بلمسة أصالة شرقية. البيوت المغربية ما زال فيها الكثير من الحميمية، تتسلل منها روائح الطعام الشهية، خلطات التوابل تثير شهية البطن، إلا أن لا شيء يفوق لذة تناول البسطيلة، الطبق الذي يجمع بين الحلو والمالح، لكنه يعكس عراقة المطبخ المغربي كما تعكسه الحريرة.
التي ذاع صيتها، والكسكس الذي صار أشهر أكلة. في المغرب يأخذك الزمن بعيدا، يستهويك القفطان، لكنه ليس كل شيء، وتبهرك إبداعات النسوة وهن ينقشن الحناء، وتقف متعجبا من عراقة أسلوب الاحتفاء بالسلكة، ختم القرآن الكريم. وكيف يخرج المغرب في تاغنجة لطلب سقوط المطر رحمة بالبلاد والعباد. في هذه البلاد التي تسكنها الأساطير تفتنك الحضارة والعراقة، تزور مراكش فترى أثر الثقافة الأفريقية والأمازيغية يمنحان المدينة سحرا لا يقاوم، ويجذبك أثر الحضارة الإسلامية في فاس، وتقف في طنجة وشفشوان على بصمة الحضارة الأندلسية، وتبهرك عراقة الأطلس المتوسط وجمال الطبيعة في خنيفرة وأزرو. لكن أكثر ما يبهر في المغرب أن هذا التنوع وهذا التمازج أنتج مغربا متعددا، مغرب يجمع بين سحر الغرب وأصالة العرب. الأهم في البيت، تختلف البيوت لكن يحرص البسطاء كما الوجهاء أن يكون الصالون ليس فقط غرفة بل رحلة في عبق التاريخ. الصالون ورثه المغاربة عن الأندلس لكنهم أضافوا إليه لمستهم. الصالون لا يكتمل إلا بالزربية الأمازيغية، أما سقفه فزخرفة مستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية. الصالون هو تحفة توجد في بيت كل مغربي، ولأن الموائد تتفنن أنامل الحرفيين في نقشها، فإن النحاسيين يحولون الصفائح إلى مصابيح منقوشة بلمسة أصالة شرقية. البيوت المغربية ما زال فيها الكثير من الحميمية، تتسلل منها روائح الطعام الشهية، خلطات التوابل تثير شهية البطن، إلا أن لا شيء يفوق لذة تناول البسطيلة، الطبق الذي يجمع بين الحلو والمالح، لكنه يعكس عراقة المطبخ المغربي كما تعكسه الحريرة التي ذاع صيتها، والكسكس الذي صار أشهر أكلة. في المغرب يأخذك الزمن بعيدا، يستهويك القفطان، لكنه ليس كل شيء، وتبهرك إبداعات النسوة وهن ينقشن الحناء، وتقف متعجبا من عراقة أسلوب الاحتفاء بالسلكة، ختم القرآن الكريم. وكيف يخرج المغرب في تاغنجة لطلب سقوط المطر رحمة بالبلاد والعباد. في هذه البلاد التي تسكنها الأساطير تفتنك الحضارة والعراقة، تزور مراكش فترى أثر الثقافة الأفريقية والأمازيغية يمنحان المدينة سحرا لا يقاوم، ويجذبك أثر الحضارة الإسلامية في فاس، وتقف في طنجة وشفشوان على بصمة الحضارة الأندلسية، وتبهرك عراقة الأطلس المتوسط وجمال الطبيعة في خنيفرة وأزرو. لكن أكثر ما يبهر في المغرب أن هذا التنوع وهذا التمازج أنتج مغربا متعددا، مغرب يجمع بين سحر الغرب وأصالة العرب. وبكده يا جماعه يكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ومتهيألي يا حضرات الكلام ده خير دليل على ان دوله المغرب من احب واحسن الدول عندنا كلنا في الوطن العربي، ودوت يا جماعه حاجه ما نقدرش ننكرها ولا اي حد يقدر ينكرها، فطبعا كلنا بنحب المغرب. هقول لكم الحمد لله على الحب والثقه اللي ما بيننا وما بين دوله المغرب. وبكده يكون وصلت لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، بس ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.